ازيكم؟ النهارده انا هروح اول يوم شغل ليا لوحدي عشان اعتمد على نفسي. يلا بينا. ونسيت اقول لكم انا ليه بشتغل، عشان بابا قال لي انت طول اليوم نايم وملكش اي لازمه. اتفقنا مع سواق يوديني ويجيبني كل يوم، وهيستناني لغايه يوم القبض واديله حسابه. شكرا يا اسطى، انت انقذتني. يا اسطى يلا تعالى، فاضل ساعتين والشغل يبدأ، وعايز اروح بدري عشان ده اول يوم ليا. يلا بسرعة، باي. القسطى قال نص ساعة ويجي، دلوقتي هروح استناه، لازم اكون جاهز اول يوم. يا الاسطى ده اتأخر قوي، بقالي نص ساعة مستنيه ولسه ما جاش. اوف، انا هرن عليه تاني اشوفه فين. يا اسطى انت فين؟ بقالي نص ساعة مستنيك، هتيجي امتى؟ هتأخر على الشغل. اوف. طيب مستنيك بسرعة بقى بليز. اهو القسطى وصل اخيرا، انا مبسوط قوي. يلا بينا على الشغل. يا اسطى لو سمحت وقفنا عند اي قهوة الاول، عايزة اروق على نفسي قبل ما اروح الشغل. من اولها طلبات. وصلنا القهوة، يلا دلوقتي هدخل اطلب قهوة عشان اعمل احلى دماغ. أنا طلبت لنفسي فنجان قهوة كده على السريع، وهطلب للقسطى كوباية شاي عشان عيب ما جبلوش حاجة. خلاص رقنا، ودلوقتي جه وقت نروح الشغل. يلا بينا على طول عشان ما نتأخرش، الطريق مش بتاعنا لوحدنا. أخيراً وصلت، ده المكان اللي أنا اتوظفت فيه. يلا بينا بقى، بسم الله نبتدي أول يوم شغل. تمام، هو ده المكان اللي هشتغل فيه دلوقتي. هروح البس لبس الشغل واشوف مكاني فين. عارف انه هيكون يوم صعب شوية، بس كله يهون عشان لقمة العيش. عشان دي اول مرة اشتغل، انا مش عارف حاجة. هسأل حد من اللي شغالين هنا يقول لي اعمل ايه. تمام، يلا بقى ابصم واروح استلم مكاني. تمام، دلوقتي هلبس لبس الشغل وعلى طول هبدأ شغلي. اوف، الجو حر قوي هنا، لازم تجيبولي تكييف. دلوقتي هبدأ الشغل على طول. الكابتن سلمني شغل كتير وهقول لكم انا بشتغل ايه بالظبط. الكابتن قال لي اني هشتغل شيال وعامل نظافه وكمان اراقب العمال، شكله كان محتاج موظفين كتير، ولبسني انا الليله كلها. اول مهمة ليا اني انزل الكراتين والحاجات من العربية. هي شوية وهتوصل. العربية وصلت يا رجالة، دلوقتي هستناها تركن بس ونبدأ ننزل الحاجة. أوف، الجو حر شوية بصرامة. يا جدعان، الراجل اللي ورايا ده بقاله ساعة بيشيل في الكرتونة. يا عم وسع، اما اوريك بتتشال ازاي. لازم الواحد يعمل كل حاجة بنفسه الأيام دي، حتى كرتونة فاضية مش عارفين يشيلوها. هانت خلاص، فاضل 30 كرتونه ونخلص ونشوف اللي بعدها، بس الكابتن اللي معايا ده مأخرنا. ياه، مش فاضل غير 10 كراتين بس. ادعوا لنا نخلص بسرعة عشان لازم ادخل الحمام. الحمد لله خلصت. يلا بينا دلوقتي اشوف ايه مهمتي التانية في الشغل ده. ادعولي تكون سهلة. الشغلانة دي شكلها صعب قوي. إن شاء الله بس الفطيرة تطلع حلوة ويزودوا لي مرتبي. ناقصني بيض واسمه ايه ده؟ وزبده. أنا جبت كل الحاجات اللي محتاجها، بس يا رب مفيش حاجة تقع ويخصموها من مكتبي. يا نسيتوا البيض. المهم هروح أجيب بيض دلوقتي وارجع، بس المشوار بعيد قوي يا جماعة. انا جبت البيض اللي محتاجة ودلوقتي هرجع. يا رب ما يقعوش كده. صلى نكمل الفطيرة دلوقتي عشان اتأخرت عليهم شوية وهيتعصبوا. أول حاجة نكسر البيضة، بعدين نحط شوية زيت وشوية بيكنج باودر ونخلط كويس وبقت أحلى عجينة. نايس، عملت مهمتي. دلوقتي هروح أديها لزميلتي اللي شغالة معايا عشان أنا ممنوع أقرب من الفرن. اديتها لها وقالت بعد ساعة الفطيرة هتكون جاهزة في الوقت ده. بليز اعملوا اشتراك ولايك لو لسه ما عملتوش. الفطيرة دي أنا أبدعت فيها، بس ما تقلقوش أنا مش هاكل منها، دي للناس اللي هيشتروها مش ليا. معلش ما قدرتش أقاوم.
بس خلاص مش هاكل تاني، دي آخر مرة. تمام، هغسل ايدي واشوف مهمتي الجاية ايه. قولولي امسح ده، هي ده اخرتها. خلصت نضاهة، بس النظام ده مش حلو خالص، شغل كتير، مرتبي لازم يزيد 50%. امسك العصير كويس المرة دي عشان لو وقع منك ووسخت المكان انت اللي هتنضفه. تمام؟ اوف، فاضل نص ساعة وشغلي يخلص، هروح بقى عشان ارجع البيت. تمام كده، شغلي خلص، ودلوقتي هتصل بالقسطى يجي ياخدني عشان ارجع البيت. يا اسطى خلصت شغل، تعال. ازاي يعني مش هتقدر تيجي؟ انت بتهزر. طب اعمل ايه دلوقتي؟ القسطى سابني وقال لي اتصرف. القسطى ده مش راجل، اللي يدي كلمه وما يكونش قدها يبقى مش راجل. يلا ربنا يعين، انا هرجع البيت كعابي المرة دي، بس البيت بعيد قوي. وعايزة افكركم بليز ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك عشان بنتعب قوي في الفيديوهات دي. فاضل شوية ونوصل البيت، بس هاخد سندوتش كبدة من العربية دي الأول عشان ترجع لي طاقتي. تمام، اشتريت سندوتش الكبدة، همخمخ عليه بقى وبعدين أكمل طريقي. يلا نكمل طريقنا. هانت خلاص فاضل 5 دقايق ونوصل إن شاء الله. اخيرا وصلنا البيت، اروح اغير لبسي وانام، وما تنسوش تشوفوا المقطع كامل. يلا سلام.